ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وعافية وخير. بتحب الفطير الفلاحي او الفطير المشلتت بس مش دايما بيطلع معاكي حلو. ممكن يطلع مرة ناشف او مش مورق، او بتطلع خفيف زيادة عن اللزوم، او بينشف منك في الفرن. تعالي بقى اقولك كل الخطوات اللي تطلع معاكي فطير ناجح ان شاء الله 100%. يطلع معاكي مورق، كل فطيرة زي اختها بالظبط بنفس المقاس. هقولك كل الخطوات اللي تطلع معاكي فطير زي اللي بتجيبيه من بره واحلى، بخطوات سهله جدا، بطريقه لف بسيطه جدا، وانت شايفه الفطيره خفيفه ومورقه بسم الله ما شاء الله ازاي. وتقدميها بقى كده مع العسل مع المربى مع حته جبنه قديمه، بألف هنا وشفا. هنسمي الله ونشوف الخطوات السهله البسيطه بتاعتنا اللي ما فيهاش اي حاجه خالص ولا اي تعقيد. انا هشتغل على 2 كيلو دقيق، هقول لك المقادير وانت براحتك بقى. انا حطيت 2 كيلو كوبايتين من الميه، معلقه ملح، 2 سكر، وقلبتهم. ما بنحطش اي حاجه للفطير، ولا بيكنج باودر ولا خميره ولا حاجه. هنزل 2 كيلو دقيق بتوعي هفضيهم على الميه بعد ما دوبت السكر والملح. انتي حابه تشتغلي على كيلو واحد، لو انتي لسه بنوته صغيره والاتنين كيلو هيتعبوكي اعملي كيلو واحد بس، ممكن تعملي نص كيلو تطلع لك فطيره واحده بس، او فطيرتين صغيرين. عندك عجان زي كده اشتغلي، ما عندكيش على ايديكي بقى واعجني، وهتلاقي كذا طريقه عندي للفطير انا مش شغاله على ايديا. هنفضل نعجن فيهم شويه حلوين كده لما نتاكد ان العجينه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله بصوا نعمت ازاي ولمت من جوانب العجانه كده، معنى كده ان العجينه بتاعتي كده جاهزه. اول حاجه انا عايزه عجينه جامده مش طريه، يعني ايه عجينه متماسكه كده ومش بتلزق في الايد، ولو فيها تلزيق يبقى حاجه خفيفه خالص. تمام. يبقى دي اول خطوه من نجاح الفطير، ان احنا نعجن العجين كويس جدا. زي ما انت شايفه بصوا العجينه ماسكه ازاي، مش طريه خالص. العجين الفطير العجينه بتاعته بتبقى يابسه كده. خلاص العجينه بتاعتي من غير ما اريحها ولا حاجه، هبتدي اول حاجه اقطعها. طب انا عامله 2 كيلو هطلعهم 6 فطيرات. حابه تعمليهم 5 فطيرات 4 فطيرات، لو انت بقى رخامتك واسعه وهتعرفي تشتغلي براحتك. حابه تعمليهم 10 فطيرات على حسب انت حابه الفطيره قد ايه. اول حاجه بقى عشان نطلع الفطير كله زي بعض، هنقطع العجينه بتاعتنا كده كلها بالتساوي، يا اما بالميزان يا اما بعينك كده. انت ايه لو كبيره في السن كده هتبقي تعرفي تقدري ان كل حته عجينه قد اختها، يا اما على الميزان ووزنيهم يطلعوا كلهم شبه بعض، عشان نبقى عارفين ان الفطيره بتاعتنا هتطلع قد التانية. حطيناهم في الصينيه مدهونه زيت ودهنا وشهم زيت. واهم حاجه بقى الخطوه التانية نريحهم اقل حاجه نص ساعه. عندنا الزبدة بتاعتنا درجة حرارة المطبخ طرية مش سايحة لكن طرية. تمام. ريحنا العجين، يبقى كده عندنا خطوتين مهمين. عجننا العجين كويس قوي وسبناه أول مرحلة ريحناه نص ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة. همسك العجينة بتاعتي وافردها، مش هفردها قوي، يعني مش هخليها خفيفة، لا هفردها زي الرغيف الكبير كده. واجيب حتة زبدة تقريبا قد معلقة كبيرة او معلقة ونص، وادهنها كلها زي ما انتوا شايفين، وابتدي الفها رول بالطريقه دي. وشوفوا لو ما بحس ان في حته ما فيهاش زبده بدهنها عشان تطلع الفطيره بتاعتي مورقه كده وحلو. لفتها رول زي ما انتوا شايفين، هركنها على جنب واكون عارفه انهي فطيره اللي عملتها الاول. خدوا بالكم انا بحب الفطير في البيت عشان انا بتحكم في كتر السمنه اللي انا بحطها. السمنه اللي انا حطاها دي قليله جدا، يعني الفطيره عندي مش دسمه ولا حاجه لكن مورقه وحلوه قوي. هنعمل مع بعض واحده تاني اهي زي ما انتوا شايفين. لفيتها فردتها اسفه، وبعد كده هدهنها كلها زبده وهبتدي الفها رول، والخطوات شرحه نفسها. وهبتدي اركنهم بقى وابقى عارفه انهي واحده اللي عملتها الاول. وبرضو هريحهم تاني 10 دقايق. بصوا الفطير كل ما تريحيه كل ما يفرد معاكي ويطلع مورق، عشان ما يتعبكيش في الفرد. سبتها ارتاحت تاني 10 دقايق وجبت اول واحده خالص عملتها. بصوا معلش الفيديو طويل فانا مش بعد لكم الحاجه اكتر من مره. لو في خطوه مش واضحه قدامكم ممكن تعيدوا انتوا الفيديو تاني وتشوفوا الخطوه اللي مش واضحه معاكم. فردتها كده بقى وبالنشابه او بايدك، هي بسم الله ما شاء الله العجينه طريه جدا بس انا عشان عايزاها خفيفه قوي فاستخدمت النشابه. بصي بقى هتفضلي تفردي فيها على قد ما تقدري لحد ما تبقى مفروده خالص وخفيفه. كل ما تبقى خفيفه طبعا هتبقى مورقه
والجوانب بالذات افرديها حلو عشان ما تبقاش تخينه. بصوا حبايبي انا بحاول اوريكم على قد ما اقدر انا فردتها قد ايه. هبتدي برضو ادهنها زبده تاني، يعني برضو بتاع معلقه تاني او معلقتين من الزبده، وهبتدي بقى اطبقها كده وادهن زبده. كل طبقه هطبقها هدهن زبده عشان الفطيره بتاعتي تطلع مورقه. طريقه سهله جدا، طريقه فرد في منتهى البساطه ومنتهى السهوله، ان شاء الله تعمليها وتطلع معاكي ناجحه 100%. بصوا حبايبي كده قفلتها خلاص زي الظرف كده. المها بقى بايدي كلها كده، وما تقوليش هتطلع مكلكعه، لا مش هتطلع مكلكعه ولا حاجه، معلش الحته دي سريعه قوي. لميتها زي الكوره كده بالظبط، خليت الحته المتساويه من فوق، واللي لميته بايدي كله حطيته من تحت. في الصينيه بقى اللي هدخلها الفرن هحط الفطيره ورشه زيت خفيفه من فوق ورشه زيت من تحت، عشان انا لسه هريحها مره تاني. بقى كده احنا ريحنا العجينه بتاعتنا 3 مرات، ترتاح 10 دقايق. بصوا عشان دي نتيجه ان هي مرتاحه. بصوا يا دوبك بدوس عليها بايدي بس بتتفرد. حته سمنه بقى صغيره، ويا سلام بقى لو كانت بلدي كمان على وش الفطيره كده. ولو عندك قشطه وحابه تحطي قشطه براحتك، بس انا ما بستخدمش القشطه بصراحه. بصوا حبايبي زي ما قلت لكم الخطوات شرحه نفسها. طريقه فطير سهله جدا، جربوها بجد يعني خطيره. هنكون بقى مسخنين الفرن على درجه حراره اعلى درجه حراره عندك، اعلى درجه حراره عندك، وتنزلي الرف لاخر الفرن. احنا مش هنحطها على ارضيه الفرن، بس هننزل الشبكه لاخر رف. اول ما تاخد لون من تحت نرفعها فوق الشوايه على طول. انت الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت مع بعض، شغليه مفيش اي مشكله خالص. هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللي بتلاقي بقى الفطيره قبت كده في الفرن وبقت حلوه قوي. انا بسيبها شويه طبعا تهدى كده الاول في الصينيه بتاعتها، عشان انا ما عنديش شبكه اهوي عليها. طب انت عندك شبكه تهوي عليها، شيلها من الصينيه على طول حطيها على الشبكه وهويها، ويطلعوا معاكي بقى كلهم نفس الحجم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه تحفه. نجهز بقى الحاجات اللي بناكل معاها جنب الفطير. قشطه وعسل ابيض وقشطه ومربى. المربى دي انا عاملاها في البيت، وهتلاقوا الفيديو بتاعها على القناه. مربى فراوله حلوه قوي، وطبعا حته جبنه قديمه كده او جبنه حادقه اللي تحبوه. وجربوا بقى الفطير وقولوا لي رايكم ايه. ولو اول مره تشوفيني اوعي تبخلي عليا باللايك، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي وخدي لفه في القناه، ان شاء الله فيديوهاتي كلها تعجبك. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. بصي الفطير مورق، وكل الفطير ما تسيبيه يبرد. بصوا حلو ازاي. كل الفطير ما بتسيبيه يبرد كل ما تورقته بتبان معاكي اكتر. بصوا بسم الله ما شاء الله. اتمنى تجربوا الطريقه، والبنات الصغيره ما تكسلش وتقوم كده تعمل ان شاء الله نص كيلو، تعمله على فطيرتين صغيرين هيبقى حلو قوي. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله. وكلوا بقى بألف هنا وشوف. عايزه اقول لكم انا اتغديت تقريبا وانا واقفه كده، يعني عقبال ما خلصت الفيديو من كتر ما هو حلو قوي. وانا قليل قوي لما بجرب الاكل كده وبدوقه، بس بجد الفطير كان يستاهل التجربه. حلو قوي. وهتلاقوا فيديوهات تانية عندي برضو للفطير، وهتلاقوا فطير عاملاه فطير الطاسه بسهوله جدا، وفيديوهين للفطير المشلتت لان انا من عشاق الفطير فبعمله كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.